ازاي حالك؟ قبل ما تبدأ تشوف الفيديو ده عايزك تعمل لايك وتضغط على زر الاشتراك عشان تتابع كل جديد عن اسعار الذهب. وصدقني الفيديو ده هيفيدك جدا، خليك معايا لاخر الفيديو علشان تعرف هل دلوقتي هو الوقت المناسب للشراء ولا الاسعار هتفاجئك قريب. يلا بينا نبدأ، بس عايزك دلوقتي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الذهب المعدن اللي عارفين قيمته واللي بيعتبره كتير من الناس معمل للاستثمار، سواء علشان الادخار او حتى للجواز. لكن ازاي تعرف الوقت المناسب لشراء الذهب؟ وهل دلوقتي ب 3720 جنيه العيار ال21 ده الوقت المثالي للشراء، ولا هنشوف مفاجآت قريب؟ لا، اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. في الايام اللي فاتت اسعار الذهب كانت في حالة استقرار غريبة، ورغم التوقعات اللي كانت بتقول ان الاسعار هترتفع الا اننا لسه بنشوف الذهب في حدود سعر 3720 جنيه للعيار ال21. لسه لحد دلوقتي عيار ال21 بيحقق استقرار مع مقارنته بالاسابيع اللي فاتت لما كان بسعر 3860 جنيه. خليني اقول لك كمان عن اسعار الذهب النهارده بوقت تسجيل الفيديو في مصر بعيدا عن المصنعيه. عيار ال21 ب 4251 جنيه، وعيار ال21 ب 3720 جنيه، عيار ال18 المستقر 3188 جنيه، والجنيه الذهب برضو سعر مستقر عند سعر 29760 جنيه. لو بتسألني عن أسعار الذهب مع المصنعية فالموضوع بيختلف من محل للتاني ومن منطقة للتانية، وبتوصل لنسبة ما بين 7 و10% من سعر الجرام. لكن مش ده اللي يهمنا. إذا كنت فاكر إن الذهب هو المعدن الوحيد اللي بيتحرك، فكر تاني. على مستوى العالم أسعار الذهب بتسجل واحد من أكبر مكاسبها السنوية بنسبة زيادة عن 26%، والسبب هنا عمليات التيسير النقدي الأمريكي، المخاطر الجيوسياسية، مشتريات البنوك المركزية للذهب، كلها عوامل خلت الذهب يحقق مكاسب ضخمة خصوصا السنة اللي فاتت، ولسه ما بالك بقى السنة دي إن شاء الله. خليني أقول لك حاجة وأكون صريح معاك، على قد ما الذهب حماية ضد التضخم وأي اضطراب، إلا إن أسعار الفايدة المرتفعة ممكن تقلل من جاذبيته. وبرضو أرجع أقول الذهب لسه بيحقق أداء قوي. والمعادن التانية على سبيل المثال الفضة في طريقة لأفضل سعر نشوفه على مستوى سنوي من 2020، والمعادن التانية برضو مش قادرة تحقق نفس المكاسب دي زي البلاتينيوم. طيب هل ده يعني إن دوت الوقت المناسب للشراء؟ الإجابة مش بسيطة، لكن لو انت ناوي تستثمر في الذهب لازم تكون عندك فكرة عن التوقعات المستقبلية. وخليني أقولك إن السوق دايما فيه مفاجآت والأسعار مش ثابتة. الفكرة هنا إنك تكون جاهز لأي حركة في السوق وتحدد الوقت الأنسب ليك حسب خطتك الاستثمارية اللي انت راسمها لنفسك. وده كان كل حاجة عن أسعار الذهب النهاردة وتوقعات المستقبل إن شاء الله. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر ولو عندك أي استفسار اتواصل معايا في التعليقات أو على صفحتي على الفيسبوك. وطبعا لو عجبتك المعلومات دي بنشير عشان كل الناس تستفيد، وشوف الفيديو الأخير على القناة عشان دايما كمان تتابع كل جديد. اعمل لايك واشترك في القناة، ويلا مع السلامة.